المصري القديم لما بدأ يختار بلد أو إله لكل بلد بمعنى أصح، بدأ يختار في ربط بين احتياج الشعب في البلد دي وبين الشكل اللي هيكون عليه الإله. فهنا مثلا تم اختيار الإله حورس، لأن الإله حورس هو على شكل صقر، ومدينة إدفو اللي أنا فيها ليها خصائص معينة. إنه مصر كلها من الاتجاه الشرقي، من الناحية الشرقية شرق مصر، كل مصر ربنا واهب لها سور طبيعي من سلاسل جبال البحر الأحمر. يعني في نوع من الحماية الطبيعية لوادي النيل بسبب الجبال اللي موجودة ما بين وادي النيل وما بين البحر الأحمر. طبعا صعب جدا الأعداء لو جم البحر الأحمر يطلعوا فوق الجبال وينزلوا عشان يبدأوا يحتلوا وادي النيل. كل مصر كده ما عدا بلد واحدة اللي هي إدفو اللي أنا فيها. فهم يفكروا في شكل إله، ففكروا في شكل إله يعرف يطير ويطير بسرعة وينقل الأخبار، عشان لو أنا محتاج نوع من الطمأنينة موجودة في الشكل ده من الإله، إنه هيطير ويبلغني بالأخبار.